السلام عليكم. بقالنا فترة في الصفحة بنتكلم عن التغذية ومهتمين جدا بيها وشايفين إن هي حجر زاوية في مقاومة كتير من الأمراض اللي احنا بنقابلها في عياداتنا، زي أمراض السكر وأمراض مقاومة الأنسولين وأمراض القلب والشرايين. والحقيقة كان حظنا سعيد إن احنا بنقابل حد من المبشرين بأنظمة التغذية الحديثة، زي أنظمة الصيام المتقطع وأنظمة الكيتو دايت وخلافه، الدكتورة وعد اللي هنستضيفها معانا النهاردة على الصفحة، واللي مشرفانا النهاردة وادتنا الفرصة الجميلة ديت إن احنا نعرف منها أكتر عن طرق التغذية الحديثة. دكتورة وعد، احنا في عياداتنا بنقابل خصيصا مرضى السكر او المرضى اللي بيسموهم ما قبل مرحلة السكر، بري دايابيتك بيشنت، وبنقابل مرضى السمنة بالتأكيد. بنشوف دايما ان انت بتتكلمي عن طريقة تغذية مختلفة، طريقة معتمدة على الهرمونات وبتسميه الرجيم الهرموني. يا ريت تكلمينا بقى يعني ايه اصلا الرجيم الهرموني دول، وازاي مريض السكر او مريض السمنة يستفيد منه. طيب، هو فكرة الهرموني معناها ان احنا بدل ما بنشتغل على الكميات بنشتغل على تأثير الأكلات على الهرمونات. لأن أصلا الدايابيتس السكر النوع التاني مشكلة هرمونات. محدش جاله سكر لمجرد انه بياكل كتير، هو جاله سكر عشان بياكل غلط، في تأثير الأكل الغلط ده عمل له تأثير على هرموناته، هو ده الدايابيتس. معظم الناس لما بتسمع كلمة سكر أو مرض السكر بتتخض، بس هو لما تسمع كلمة مقاومة الأنسولين بتبقى عادي. يعني لو قلت لحد عندك مقاومة أنسولين بيبقى عادي، بس لو قلت لحد عندك سكر بيتخض وبيحس ان دي يعني في ناس بالنسبة لها زي كانسر، مصيبة. لكن لما تسمع مقاومة أنسولين بتبقى عادي، هما نفس الحاجة. هو دايابيتس بيبقى بنتقال عليه دايابيتس امتى؟ لما تكون خلاص بنكرياس تعبت، صح؟ ده حقيقي. بس فهم في الاخر نفس الحاجه. وتعريف الدايابيتس تايب 2 السكر النوع الثاني في الكتاب انسولين ريزيستنس، يبقى احنا عارفين ان المشكله اصلا هرمونات. انا عارف ان المشكله هرمونات، يبقى اعالجها بالهرمونات، ما اعالجهاش بالكميات. يعني ايه بقى اعالجها بالهرمونات؟ يعني ايه مفهوم ان انا اعالج المشكله دي بالهرمونات؟ انا دلوقتي عندي مرض تعريفه ان هو مقاومه انسولين، خلايا الجسم بقت مقاومه لهرمون الانسولين. من الحاجات اللي انا ممكن اعملها علشان، زي ما دكتور جيسون فانج عمل كتير قوي واتكلم كتير على الريفرسال بتاع الدايابيتس، احنا دلوقتي عندنا حالات كتيره جدا في الموضوع ده. في حالات فعلا بيجي لها سكر وبتتعالج، لما بنمشيها على نظام بيخلي الانسولين في الدم قليل. فانا مش طول الوقت قاعد بستفز المشكله اللي موجوده. انا عندي مشكله ان جسمي مقاوم لهرمون، او طول النهار ادخله نشويات اللي هي اكتر حاجه بتفرزه. أنا ممكن اعمل العكس، ممكن اعكس الهرم الغذائي. يعني دايما بقول اسهل نصيحه في التغذيه اقلب الهرم الغذائي. هو في اكل بيزود الانسولين وفي اكل تاني مش بيزود الانسولين؟ في اكل بيزود الانسولين قوي، وفي اكل مش بيزود الانسولين قوي. لكن مفيش اكل بتاكله وتبقى كانك صايم 100%. احنا بنقول عليه ميميك فاستنج، يعني شبه الصيام، لكن عمره ما بيكون صيام. يعني في اكلات بترفع الانسولين قوي زي البيتزا والبرجر والحاجات اللي احنا كلنا عارفين انها بتتخننا حتى لو مش عارفين ازاي. اللي احنا عارفين ان احنا لو كلناها كل يوم حتى لو ما كلناش منها بكميات مهوله هنتخن. حتى لو ما زدناش على الميزان هيطلع لنا بطن، هيطلع لنا جناب، كلنا عارفين ده. سواء عندي سكر او ما عنديش سكر، هي دي الهايبر انسولينيميك فود. هو ده الاكل اللي بيرفع الانسولين. العكس بقى هو الاكل اللي ما بيرفعش الانسولين قوي. ده مش معناه ان هو هيبقى كاني صايم، شبه الصيام. يعني لو اكلت بيض مثلا، اكلت بيض بزبده اومليت، كاني صايم ميميك فاست. انما انا كسرت الصيام، طالما اكلت، طالما مضغت، طالما في اكل، طالما في بروتين، طالما في فات بكميه، انا كسرت الصيام. ايوه، انت وصلتيني لنقطه مهمه جدا، السمنه والزبده والقشطه والحاجات اللي الناس كتير طول العمر متخيله ان هي السبب الرئيسي في السمنه والسبب الرئيسي في وجود السكر ومقاومه الانسولين. وانا عارف ان انت ليكي راي مبني طبعا على دراسات كتير ان الحاجات دي مظلومه جدا، وان الحاجات دي مش هي السبب الرئيسي في حدوث مشاكل السمنه ومشاكل السكر. ازاي المفهوم ده كان موجود؟ وازاي انت تقولي ايه للناس اللي لسه شايفه ومتهمه الزبده والسمنه الفلاحي بالمشاكل بتاعت السمنه؟ هو ايه الاوقع ان انا اقول لمريض سكر السكر هيأذيك ولا ان الزبده هتأذيك؟ ايه اللي يبان منطقي اكتر؟ بالظبط. لو انا اتأذيت من الزبده عشان بفردها على العيش، لو انا اتأذيت من القشطه عشان بعمل قشطه بعسل وقشطه بمربى والكلام ده كله، فاحنا اعتقادنا ان الدهون مؤذيه هي اللي احنا عمرنا ما خدناها لوحدها. عمرنا اكشولي ما شفنا الدهون. احنا دايما الدهون بالنسبه لنا في رغيف، الدهون بالنسبه لنا سايحه على حاجه فيها نشويات.
وساعتها هتبقى مؤذيه جدا. يعني انت تقصدي ان احنا مشكلتنا ان احنا شعب بيغمس، يعني بيحب دايما يستخدم العيش والرز ويغمس. لا احنا مش شعب، هو العالم كله كده، العالم كله بيغمس بقى، بيحط على رز بس هو العالم كله ما بياكلش دهن من غير نشا. العالم كله بمعنى معظم الثقافات، يعني ممكن تلاقي قبائل معينه بتعمل حاجات مختلفه، انما ودي على فكره مش غلطه الناس، لان ده الهرم الغذائي فعلا اللي اتقال لنا مشوا عليه، اللي اتقال لنا فعلا ان هو ده اللي هيحافظ على صحتنا. لو شفت كنت عامله حوار قريب مع دكتور اسمه فيليب اوفيديا، دكتور امريكي، دكتور قلب، قال ان هو كان ملتزم جدا ومشي على الهرم الغذائي. بيقول انا لقيت ان انا كنت في الاخر هوصل لان انا نفسي هحتاج عمليه قلب، مع اني كنت ماشي على التعليمات، لان لقيت نفسي تخنت ولقيت انسوليني زاد ولقيت سكري زاد والكلام ده كله. احنا عندنا دلوقتي نتائج، والنتائج دي مش في دراسات، النتائج دي فينا وفي اصحابنا وفي اهالينا، لان كلنا مشينا على الهرم الغذائي. طيب انت بتقولي ان ليكي فعلا تجارب مع ناس كان عندهم سكر او كان عندهم مقاومه انسولين ومشوا على الانظمه الغذائيه دي. مدى نجاح التجارب دي او فشلها معاكي مع الاشخاص دول، ومقارنه الاشخاص زي دول ماشيين على نظام صيام متقطع او نظام غذائي جديد بنظام تاني زي نظام تقليل السعرات المعتاد ونظام الهرم الغذائي القديم؟ هو اول سبب بيخلي الموضوع ده يشتغل اكتر من اي نظام تاني انك مش بتبقى جعان. فلو انا مش جعان انا مش محتاج اراده اطلاقا، انا مش محتاج زي مثلا لو قلت لك كل 1200 سعر حراري، لو اكلت 1200 سعر حراري هتدخل معظمهم النشويات والبروتين، لان دي فيها سعرات اقل من الدهون، هتشيل الدهون اللي هي مسؤول من المسؤوليات الاساسيه عن الشبع هي والبروتين، ده معظم الاكل جعان. انا حرفيا بقول لك انت بتاكل اقل من احتياجك، اللي هي ريسيبي فور هانجر، يعني لو قصد اجوعك هاكلك اقل من احتياجك، فهتبقى طول الوقت محتاج اراده طول اليوم عشان ما تاكلش. لما بنعمل صيام هاي بروتين عالي ودهون، انا بعمل دهون متوسطه مش بعمل دهون عاليه قوي، ما باكلش 70% دهون، انا اصلا ناسي الاكل، يعني انا مش قاعد بعافر بالاراده ان انا ما اكلش، انا اصلا مش جعان. فدي ستيب 1. وده فعلا احنا بنشوفه مع الناس اللي بتبتدي صيام متقطع، اللي كان بيسالونا انت ازاي بتقول انك هتيجي في وقت من الاوقات بتقول لي ان في نظام اسمه نظام الوجبه الواحده في اليوم، فبتلاقيه هو من نفسه بيكلمك وبيتصل بيك وبيقول لك بعد مرور اسبوع او اسبوعين يا دكتور على فكره انا بقالي 24 ساعه ما اكلتش ومش جعان، يعني هو بيوصل لدي فعليا لوحده. انا مش عايز اكل، انا ما بقولوش كل وجبه واحده، هو بيقول لي انا ما بقيتش اقدر اكل وجبتين. هو اصلا المفتاح عشان اخلي اي حد يستمر في اي حاجه يعني ما يبقاش حاسس انه بيزق في حيطه وهو بيعملها، يعني ما حدش هيزق في حيطه طول حياته. بصي انا بشوف ناس كتير بتبقى عندها مشكله ادمان السكر، وانت اتكلمت في فيديوهات كتير عن مشكله ادمان السكر، لكن انا سؤالي هل الاكل هو كمان الاكل العادي هو كمان في حته الادمان دي؟ لان في ناس كتير بتقول لي انا يا دكتور انا ما باكلش سكر، انا ما بحبش السكريات، بس انا بحب الاكل، فهل الاكل نفسه ادمان؟ ماشي، ده سؤال حلو قوي. فكره ادمان مش معناها ان حاجه ما ينفعش اعيش من غيرها، يعني احنا ما ينفعش نعيش من غير هواء وما ينفعش نعيش من غير ميه، ده مش معناه ان احنا مدمنين. ادمان يعني حاجه ان انا بتجيلي عليها كريفنجز، يعني بشتهيها ببقى بهرش عليها، بتجيلي اعراض انسحاب لما ببطلها، ولما باخدها بحس ببليجر، بحس بانبساط، هو ده تعريف الادمان. ده ينطبق تماما على السكر. الناس اللي بتقول انا ما بحبش، على فكره في ناس كتير جدا وحضرتك اكيد عارف بيجي لهم سكر ما بياكلوش سكر، بياكلوا رز وعيش ومكرونه ومعجنات ومخبوزات وريفاين كاربز، النشويات المخففه لا تقل اطلاقا في الخطوره عن السكر، اللي هو الدقيق الابيض. يعني لو حد ما بياكلش سكر بس بياكل كراسون مثلا بالجبنه، ما بيحبوش بالشوكولاته، ممكن يجيله سكر عادي جدا، هو ليه نفس التاثير في الاخر، الدقيق الابيض قريب جدا من السكر في تاثيره علينا كيميائيا. حتى الجلايسيميك اندكس او المؤشر السكري بتاعهم بتاع السكريات وبتاع النشويات المخففه قريب من بعض، مش بعيد، ممكن يبقى اعلى، فقريب جدا منه وقريب جدا في تاثيره في الادمان. فكره بقى انا مدمن اكل عامه، ما حدش مدمن اكل عامه، ما حدش مدمن لحمه مثلا، ما حدش مدمن بيض، ما حدش مدمن على الاكل ده، بس احنا اتعودنا على فكره الديستراكشن زي ادمان الموبايل. دلوقتي بقى في حاجه اسمها سوشيال ميديا ادكشن، الناس مدمنه سوشيال ميديا وبتجيب اعراض انسحاب، يعني سحب السوشيال ميديا فهو ينطبق عليه علامات الادمان. سواء الاكل او السوشيال ميديا احنا اتعودنا على فكره الديستراكشن، فكره ان في حاجه
تخليني مش محتاج اواجه اللي انا المفروض اواجهه او اتعامل مع اللي انا المفروض اتعامل. طيب المشكله اللي بتقابل الناس اللي بيبداوا بنظام غذائي زي نظام الكيتو دايت او نظام الصيام المتقطع او حتى الانظمه العاديه، ان هو بيبدا يشتكي من هبوط، صداع، مش مركز، مش قادر يقوم بالمجهود. هل ده بيبقى لفتره بسيطه في البدايه وبعد كده الاعراض دي بتروح، ولا الحاجات دي هتظل موجوده معاه؟ لان دي من الحاجات اللي بتخليه يبطل بسرعه جدا. اسبوعين ده اخرنا، تمام. عمرها ما تقعد شهر، مستحيل. لو في حد فضل مكمل استحاله تقعد شهر، يعني هي فتره مؤقته 100%، وما بتزيدش عن اسبوعين. تمام. انا عندي حد مدمن كيميائيا، خلاياه مدمنه على النشويات والجلوكوز، ودماغه ادمنت فكره اني كل ما اتضايق، كل ما اتوتر، كل ما ازهق اكل، رحت ساحب منه ده، اكيد هتجيله اعراض انسحاب. ده بياكد ان احنا بنقول انه ادمان، فطبيعي جدا. فكره ان خلايا متعوده على الجلوكوز بتخلي ان انا اول ما سحبت الجلوكوز من الاكل انا مش عارفه فانكشن، انا مش عارفه اصلا اركز، مش عارفه، مش بس اركز، ده الامهات بتقول انا مش عارفه اعمل الحاجات المفروض اعملها لعيالي، مش قادره اقف في المطبخ اعمل الاكل. دي مرحله انتقاليه. بعد كده بقى بتحصل مرحله الفات ادابتيشن، انا جسمي خلاص هيتاقلم على حرق الدهون، ساعتها هيبقى عندي طاقه اكتر بكتير جدا من شويه الطاقه بتوع النشويات. دكتورة وعد، أنا بعتبر إن حضرتك من المبشرات بنظام الصيام المتقطع ونظام الرجيم الهرموني ونظام اللو كارب دايت، وبذل مجهود فيه كبير الحقيقة. لو أنا عايز أقول للناس في نقاط محددة جدا، أنت ليه هتبتدي نظام صيام متقطع، ولو عايز تبتدي ازاي؟ يعني هتبتدي ازاي وعشان ايه هتبتدي صيام متقطع؟ اول حاجه كده لازم خلينا نبدا بالعلشان. اول حاجه المفروض تبقى موجوده علشان تبدا النظام الغذائي ده، انك تبقى عايز تبداه. يعني انا اصلا من الاول انا جاي وعايز اتغير، لو مش عايزه اتغير مفيش حاجه هتشتغل ومش هعرف اكمل في حاجه اصلا. تاني حاجه ان انا ابتدي اشوف علامات ان انا بقى عندي مقاومه انسولين. بطن، حللت لقيت عندي مش سكر صيام، حللت انسولين صيام، حللت هوما اي ار، حللت الحاجات دي ولقيت عندي فعلا انسوليني بدا يبقى عالي. بدات اشوف ان انا ما بعرفش اعمل اي حاجه من غير ما اكل سكر كل ساعتين مثلا. دي علامات تخليني محتاجه اعمل حاجه مختلفه، اعمل تغيير. هنبتدي التغيير ازاي؟ اول خطوه خالص ان انا هبطل سناكس، هبطل اكل بين الوجبات، دي اول خطوه. ولو دي بس اللي عملتها، يعني لو في حاجتين لو اي حد عملهم هيخس وهيتغير، ابطل اكل بين الوجبات، ويوم ما اكل نشا ما اكلش دهن، او الوجبه اللي هاكل فيها نشا ما اكلش دهن، والوجبه اللي اكل فيها دهن ما اكلش نشا. يعني علشان نبسطها للناس، تقصدي مثلا لو انا هاكل بطاطس ما اكلش بطاطس بالسمن البلدي، لو هاكل لبن ما اكلش لبن رز بلبن مثلا، يعني تقصدي كده؟ لما هاكل مثلا وجبه فيها لحمه ملبسه، لحمه كلها دهن، ريب اي ستيك، ما اكلش معاه رز، ما اكلش معاه بطاطس، بس ممكن اشرب معاه شوربه، ممكن اخد معاه ملوخيه عادي. طيب احنا كده عرفنا ليه هعمل صيام متقطع. انا بقى عايز فيه خطوات بسيطه في 3-4 جمل اقول للشخص اللي لسه ما يعرفش حاجه عن الصيام المتقطع تبتدي ازاي. الخطوه الاولى ان احنا نوقف سناكس، الخطوه الثانيه ان احنا لما ناكل نشويات مش هناكل دهون، والخطوه الثالثه ان احنا هنقطع السكر. دي مهمه جدا. دول لو اي حد عملهم، والزيوت النباتيه، لو اي حد عملهم ايا كانت حالته ايا كانت صحته هيخس. مش بس هخس والاقي نفسي ان انا مرتاحه اكتر، هخس والاقي نفسي ان انا فايق اكتر، معظم الوقت فايق، مش طول الوقت مهبط وكل ساعتين عايزه اكل حاجه، والكلام ده كله هيروح خالص. من خلال تجاربك مع المرضى والناس اللي كان عندهم سكر وبداوا يلتزموا بانظمه غذائيه زي الصيام المتقطع، في منهم ناس قدرت فعلا انها تبطل العلاج؟ جدا جدا. انطباعات الناس دي ايه؟ يعني انطباعاتها ايه؟ انبهار. اولا الناس ما بتبقاش متخيله انها في يوم من الايام ممكن ابطل دواء السكر ودواء الضغط. دول بيبقوا الناس اللي زي ما بقول لك بتدور على التغيير. يعني ما بيبقاش الشخص اللي بيقول لي انا لسه هصوم وانا لسه مش عارفه ايه خالص. بالعكس، بيبقى حد مش مصدق ان ممكن الحاجات دي فعلا تعالجه للدرجه دي، فبيبقى اكسايتد جدا انه يعملها، بيبقى متحمس جدا انه يعملها، وبيعملها وبيشوف نتيجه تحفه. ايه اللي بيخلي الشخص اللي بيبتدي نظام غذائي بعد شويه يوقف؟ ان انا داخل لاهداف غلط. يعني أنا مش داخل علشان صحتي وعشان اغير حياتي وعشان اغير شخصيتي، مش داخل الاهداف دي خالص. انا داخل مثلا علشان يبقى شكلي حلو، علشان كذا، علشان الفرح. يعني بيبقى في حاجه معينه، او ان انا داخل عشان شكلي حلو، دي مفيش مشكله، ده مش هدف غلط.
بس عشان يبقى شكلي حلو بسرعه، عشان يبقى شكلي حلو عشان فرحي، عشان يبقى شكلي حلو عشان الصيف، عشان كذا. فبنلاقي ان ده ما بيحصلش بسرعه. اخر حاجه عايز اسالك عليها موضوع الرياضه، وانا عارف انك انت ليكي تجربه جيده وناجحه جدا في مع المرضى بتوعك في موضوع الرياضه، وتنصحينا بايه وتنصحي الناس اللي عايزه تمارس الرياضه وخايفه وقلقانه او متردده او كسلانه، تنصحي الناس دي بايه في موضوع الرياضه خصيصا؟ الرياضه ضد الفكره المعتاده ان احنا بندور على الطريق المختصر. يعني بيدور على الطريق المختصر ما بيحبش الرياضه خالص، لان هي محتاجه طولة بال. لو انا بصيت لها لانها حاجه بتخسسني هبقى محبط، لانها مش هتخسسني. ولو خسستني هي بتخسسني على اللونج تيرم لما تخليني عندي كتله عضليه، وده فعلا بيحصل. يعني مش بس بتخسسني، هي بتخليني عندي استعداد ان انا حتى لو بوظت ما اتخنش بسهوله. بس لو انا عايزها عشان دلوقتي حالا اعرف اكل بيتزا، هي مش هتعمل لي ده، فهبطلها. هي مرتبطه قوي باللي احنا بنعمله، لان انا لو عملت تمارين مقاومه هتزود حساسيه الانسولين، هتزود الكتله العضليه، هتزود من تاني احتماليه ان انا مش اي اكله تخني، مش بسهوله قوي اليو ويت، مش كل شويه وزني بيطلع وبينزل. هم مرتبطين قوي ببعض. ولو في حاجه مشتركه، هو في حاجات كتير مشتركه، بس من اهم الحاجات المشتركه بين نظام الهرمونات وبين التمرين ان انا بعمل حاجه بانفست في نفسي، يعني بستثمر في نفسي، اللي هي في الاخر هتخليني مش بس انا بحرق دلوقتي حالا وانا قاعد زي ما بقلل اكلي مثلا، هي بتخلي جسمي فعلا بقى فات بيرنينج ماشين، جسمي وانا قاعد بيحرق. بس انا بجد متشكر خالص على الوقت اللي احنا اخدناه منك، وبنشكرك عليه جدا. واتمنى ان يكون الناس اللي سمعونا النهارده استفادوا وقدروا يوصلوا لمعلومه واضحه. اخر جمله قالتها الدكتوره وعد الحقيقه جمله فارقه، ان احنا من خلال التغذيه الصحيحه ومن خلال الرياضه انت بتستثمر في نفسك، انت جسمك ده امانه، حاول انك انت تحافظ عليه وتستثمره، تinvest in yourself. بشكركم والى لقاء قريب ان شاء الله.